السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة. وحشتوني قد الدنيا. يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي يا رب. النهاردة بقى شفتوا جمال السمك وحلاوة السمك، حاجة كده حلوة قوي قوي. ازاي هنطلع بقى السمك بالطريقة الحلوة دي؟ ازاي هنخليه مقرمش كده وكريسبي كده من بره واللون الحلو ده؟ وعملنا كمان شوية رز صيادية وشوية سلطة حلوين قوي، وعملنا عصير برتقان. السفرة النهاردة كانت كده ايه حلوة قوي. يعني انا الاكلة المفضلة عندي اللي هو السمك. يلا بقى نشوف عملنا السمك ده ازاي، وبطريقة سهلة خالص وبسيطة خالص هيطلع معاكي مقرمش بإذن الله. يلا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي الوصفات بتاعتنا. اول حاجه بقى يا حبايب قلبي نجيب السمك كده وننضفه تنظيفه صح، يعني تنضفي كده عند عمود الفقري، ما تخليش فيه اي دم ولا اي حاجه عشان ما تبقاش ريحته زفره وريحته مش حلوه بعد كده وطعمه مش حلو. نضفيه خالص، مش هتعرفي بايدك، ممكن تستخدمي فرشه اسنان للسمك وتكون مخصصه للمطبخ. بعد كده بقى هنعمل له تتبيله حلوه قوي، واهم حاجه بعد ما انا غسلت السمك عصرت عليه كده من بره ليمون ومن جوه ليمون وسبته عم اعمل له الدقه. الدقه عباره عن توم وفلفل وكزبره، فلفل بقى حار فلفل بارد زي ما انت عايزه. واهم مكون عندي في التتبيله هو الكزبره الناشفه، وحطيت كمون وحطيت شويه ملح، وممكن كمان تحط شويه شطه. هنا بقى انا ما حطيتش شطه لان الفلفل عندي اللي انا حطاه كان حار. بدات بقى ان انا ايه ادقه كده في الهون، وبعد كده ايه هتبل التتبيله دي بس للسمك. وممكن كمان تعملي فتحات لظهر السمكه، بس انا السمك بتاعي ما كانش كبير قوي عشان كده ايه مرضتش ان انا اعمل له فتحات. استكفيت ان انا ايه تبلته ايه من جوه خلاص. وهنا بقى ايه خطوة مهمة، يعني لو بتحبي التتبيلة تكون كتير في قلب السمكة ما تزوديش ملح في التتبيلة عشان هيبقى مالح قوي. خلاص كده حطيت بقى السمك بتاعي غطيته وعنته في التلاجة ساعتين عشان ياخد ويدي كده ايه مع التتبيلة الحلوة وتبقى السمكة نفسها طعمها حلو. هنا بقى حمرت بصلاية، واول لما يبقى لونها ذهبي حطيت فلفل كده متقطع قطع صغيرة، وبعد كده بقى ايه اسيب الفلفل والبصل يحمروا كده معايا. البصل عايزاه يعني يبقى احمر قوي عشان كل ما حمرته اكتر كل ما هيديني لون للرز احسن. خلاص كده ظبطت بقى ايه الملح كده بعد ما حطيت المية، وهسيب المية مع البصل تغلي شوية يعني هي مجرد بس ايه ما تغلي كده علشان المية لونها يتغير كده للبني. حطيت بقى ظبطت الملح وحطيت ملح ظبطت الملح وحطيت كمون وحطيت فلفل اسود. خلاص كده بقى وحطيت الرز، وهنا بقى ايه ظبطت المية بتاعت الرز. الرز اللي هو بالبصل مش بياخد مية زي الرز العادي، اللي هو الرز اللي هو معلوش بصل. البصل بينزل كمية سوائل، فانا ايه مش بكتر مية هنا عشان ما يبقاش معجن معايا. وبسيبه بقى ايه يشرب كده لحد اما يشرب المية بتاعته خالص. هبدأ ان انا اهدي عليه النار واديله تقليبة كده واسيبه على نار هادية لحد اما يستوي. بس كده. انتي لو كنت كمان غمقتي البصلة اكتر كان هيديكي لون اغمق كمان. هنا بقى ايه قلت هعمل شوية بطاطس واعمل شوية سلطة، ويا ريتني ما عملت البطاطس علشان يا عيني راحت لقضاها واتحرقت معايا يعني اغمقت معايا، وانا ما بحبش بصراحة البطاطس اللي بيبقى لونها دي. انا بحب البطاطس لما متحمرة تكون لونها ذهبي وحلوة كده وتفتح النفس. وعملت بقى شوية سلطة، وانا بحب البصل على السلطة. سبت البصلاية لحد ما القرآن ايه يشتغل. هنا بقى بوريكم البطاطس بتاعتي فرحانة بيها، بقول لكم شفتوا قد ايه البطاطس محروقة حلوة. ما علينا. هنا بقى ايه جبت السمك، وبدأت ان انا اجيب الدقيق وحطيت على الدقيق معلقة كبيرة من النشا، وكمان حطيت شوية ملح، وحضرت طبق فيه مية. وبدأت ان انا اجيب كل سمكة احطها في الدقيق وبعد كده المية وبعد كده احطها في الدقيق تاني. كل ما انتي عايزة القرمشة من بره تكون اكتر كرري العملية دي، انك تحطي السمك في الدقيق بعد كده المية بعد كده الدقيق.
كل ما زودتي التكرار كده المية والدقيق هتديكي قرمشة اكتر واكتر. بس انا ايه بقى استكفيت بمرتين. وكلمة بينه وما بينكم كده، انا بحب السمك ايه ما يكونش يعني مقرمش كده. انا بحب السمكة تكون طرية. يعني بعد ما صورت لكم وقلت لكم بقى الطريقة بتاعت السمك المقرمش والكريسبي من بره، قمت مغطيه عليه على طول علشان يلين الصراحة يعني. بس قلت ايه اوريكم الطريقة. هنا بقى شفتوا القرمشة قد ايه مقرمش، وطبقة كده تشوفيه تقولي شفتيه من بعيد تقولي كنتاكي بقى. الطبقة من بره كده مقرمشة خالص. ويا سلام كمان لو حطيت لها على الدقيق يعني نص معلقة صغيرة كده ايه كركم، هيديكي لون احلى من ده مليون مرة. بس نسيت احط كركم. وهنا بقى خلاص بطريقة سهلة خالص عملنا سمكة كده مقرمشة كده من بره ومديها اللون التحفة ده. وكمان بحشوة كده حلوة كده سريعة كده، اللي هي الحشوات اللي هي التقليدية، يعني مانيش مفتكسة اي حاجة ولا جايبة حاجة من عندي. هي تتبيلة حلوة كده اللي هي معروفة توم وكزبرة كده من جوه. هي بس ايه اللي من بره مية بس كده وشوية النشا هيدوكي ايه شوية قرمشة كده من بره للسمكة. ويبقى هنا بقى ايه عملنا الرز الصيادية، وكمان عملنا شوية سلطة حلوين كده. اول لما القرآن اشتغل قطعت بصلاية عشان ايه ما تصننش معايا، وحطيت عليها شوية ملح وليمونة. وحضرنا ايه كمان وبطاطس محروقة حطيناها في جنب. بس اتاكلت والله. ويبقى كده خلاص وصلنا بقى يا جماعة لاخر الفيديو. لو عجبتكم القناة ما تنسونيش باشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل وصفاتنا السهلة توصل لكم اول باول. مع الف الف سلامة يا اخواتي، سلام.